شيركو شيركو قوس 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 نعرف احنا برزان يجيد اللعب فقط في كرة خطيرة هاي كابتن، كرة خطيرة. الهدف الثاني شيركو، الهدف الثاني جول جول، التوقع يصيب. قلت الهدف الثاني قريب لأربيل، والهدف الثاني جاء لشيركو. جول لأبناء القلعة الصفراء، والهدف الثاني لأبناء القلعة الصفراء. شيركو ب6 أهداف يضيف الهدف السابع له في دورينا. هناك في منارة جولي وطيراوة وحي العرب والإسكان والشورش وسبع نيسان وكولان والعسكري وباختياري وعنكوى والمهندسين فرحانين بهذا الهدف الثاني. يا أربيل وضعها على يسار الحارس الفريق الهوليري يسجل الهدف الثاني. جميلة من شيركو، هي مو بقوة لكن هي بذكاء، استخدم الذكاء، وضعها، ركنها. الله، الهدف الثاني الجميل، هدفين مقابل هدف واحد ليضيف الهدف الثاني. كما في الشوط الأول بدأت المباراة بجس نبض في 5 دقائق، بعدها تحولت. اليابار تميز بشكل قرب من الكرة، اتخاذ القرار السريع، يعني سحب حساسية المباراة من اللاعبين، أعطى اللاعبين ثقة كبيرة أنه هو يقود المباراة بشكل. شوف هاي الهجمة الثالث، التعديل، جول. ميسان يعدلون عن طريق اليماني. الله، من بلاد اليمن جاء ليسجل، من بلاد اليمن جاء ليسجل هدف التعديل. جول لناصر محمد.
محمدو يسجل في دورينا الهدف الثالث له في دورينا. ناصر محمدو سجل في الشرطة والآن سجل في مرمى أربيل. كرة استقبله وين التغطية، وين التغطية، وين التنظيم الدفاعي، واستقبلها بشكل جميل الحارس. أيضا الحارس في اللقطة الأخيرة حاول معها، مرت وسجل نفط ميسان هدف التعديل عن طريق اليماني. مباراة جميلة. كنت أتحدث عن الاحتمالات، إن نفط ميسان ممكن أن يعدل وممكن حتى أن يتقدم وممكن لأربيل أن يضيف الثالث وأن يفوز، ولا زالت في المباراة بقية. شوف يوم وموني كرة خطيرة، لكن الهوليرية قائمة، لا زال الإصرار الهوليري قام للثالث. كرة للثالث، جول! ماذا يفعلون؟ ماذا يفعلون في مباراة اليوم هذا الفريق الهوليري؟ هذا عاد بنا ب 2007 وعاد بنا بأيام الألقاب، والهدف الثالث لأربيل عن طريق هيرتس يامن. مباراة جميلة ويتوج المباراة. شوفوا شنو الجميل بالمباراة، اللاعب المهاجم يسجل، لاعب الوسط يسجل، واللاعب المدافع يسجل في مباراة اليوم. ما أجمل المباراة وما أجمل الاندفاع وسوء التغطية الدفاعية في اللقطة الأخيرة. وهنا التقدم من بعيد جاء هيرتس يامن ليسجل الهدف الثالث. ما هذه المباراة، ما هذه التقلبات، ما هذا الجمال في مباراة اليوم. حيدر قرمان بعيدة المدى يعني بالمسطرة على راس هيرتس يامن. 3 أهداف لهدفين. قولوا لي هل المباراة انتهت؟ لا، المباراة فيها هدف. أقول لكم ممكن المباراة فيها تعديل. أقول لكم